طبعا ما ينفعش نشيل الجير من على الأسنان لأن ده سبب إنه بيخلي الأسنان تقع. طبعا ما ينفعش نشيل الجير من على الأسنان لأن ده سبب إنه بيخلي الأسنان تقع. طبعا الكلام ده هبد ومفيش أي معلومة صحيحة اتقالت في الكلام ده. الجير ده في الأساس عبارة عن طبقات أكل بتخلي اللثة تلتهب. مفيش حاجة يا جماعة اسمها لا اللثة بتاعتي ملتهبة يا دكتور أو اللثة ضعيفة وعايزة قوية أو الكلام ده. لا، اللثة بتلتهب نتيجة الجير، فلما بتلتهب بتبدأ تاكل في العظم اللي حوالين الأسنان. نيجي على مدى الزمن نلاقي الأسنان بدأت تطول، الأسنان مش بتطول ولا بتتحرك من مكانها. اللي بيحصل إن مستوى العظم اللي حوالين الأسنان أو حوالين الجذور بالأخص بيبدأ ينزل، فبتبدأ اللثة تسحب لتحت وترسب مكانه الجير. فلو احنا سيبنا الجير على المدى البعيد بيخلي الأسنان تلخلخ. بالظبط بنشبهها زي مريض السكر اللي مش مظبط السكر أو مريض مش عارف إن عنده سكر، فبيبدأ السكر ده يعلى في الجسم ويبدأ يعمل إيه؟ ياكل في العظم اللي حوالين السنان وبيؤدي إيه؟ لخلخة السنان. فدايما بننبه على المرضى إن لازم الجير ده يتشال. ومفيش حاجة اسمها مثلا كل 6 شهور بننضف الجير، إن في الأساس الجير ده طبقات أكل. لو احنا نضفناه من أول مرة وحافظنا يومين بالفرشة من بره ومن جوه مش هيرجع يتكون تاني.